اهلا بكم مره ثانيه مشاهدينا الكرام. نقول مباراه السعوديه والعراق ذهبت لمن يستحق، والسعوديه تتاهل بجداره واستحقاق، رغم ان السعوديه كانت في حاجه الى نقطه واحده لكنها لعبت للفوز وقدمت مباراه ولا اروع، فجابت الثلاث نقاط وجابت الثلاث اهداف وجابت التاهل رسميا الى الدور المقبل بصحبه المنتخب البحريني. ونقول هاردك المنتخب العراقي لان قلناها سابقا ونرجع نقولها اليوم مره ثانيه. المنتخب العراقي لم يقدم ما يشفع له في هذه البطولة سوى فوزه الوحيد ذو المستوى المتواضع على المنتخب اليمني، نقطة من أول السطر. إذا مبروك السعودي، مبروك الأخضر السعودي، نقول هذا مرة ثانية الجمهور العراقي. وفي المقابل نهنئ ونبارك ونحيي المنتخب اليمني، لاعبين المنتخب اليمني، على الروح القتالية العالية، على البصمة اللي تركوها في خليج 26، على التفاني والقتال والرغبة أنهم يسوون شيء لبلادهم اليمن. إذا كنا نسمي اليوم اليمن السعيد، فاللاعبين اليمنيين هم من صنعوا اليوم السعادة على وجه الشعب اليمني، في حين أن نقول هاردك المنتخب البحريني اللي لعب اليوم بصف ثاني أكيد، ورغم الخسارة إلا أن البحرين هو المتصدر لهذه المجموعة وهو اللي تأهل إلى الدور المقبل، دور نصف النهائي كأول متصدر، والمنتخب السعودي في المركز الثاني. الآن واحد يسألني ويقول لي خالد هم متساويين في الأهداف والسعودية سجلوا أهداف أكثر. ما لخص أبدا، المواجهات تقول أن البحرين فازوا على السعودية، إذا البحرين في المركز الأول والمركز الثاني المنتخب السعودي، ثم المركز الثالث المنتخب العراقي، ثم المركز الرابع المنتخب اليمني. نروح نشوف. المنتخب اليمني الثالث. طيب المواجهة احنا والعراق. لا لا لا، نشوف حسام. اشرف بن عياد، تفضل اشرف.